ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ تعالوا مع بعض النهارده نعمل اكله حلوه قوي قوي والاطفال هينبسطوا بيها جدا. وانا من الناس اللي انبسطت بيها قوي لان انا ما بحبش الاندومي اصلا، بس الطريقه دي صحيه قوي. وانا عارفه ان كل الامهات ما بتحبش تجيبه من بره، بس لو عملتها لهم في البيت هيحبوها قوي. قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه. هنجيب حله على النار نحط فيها المكرونه الكميه اللي انتوا عايزينها. معانا هنا البهارات بتاعتنا: معلقه بابريكا، حبه شطه صغيرين دي اختياري، حبه ملح، حبه كاري، بهارات فراخ وشطه وفلفل اسود. طبعا انتوا تجيبوا اي نكهه من العطار. انا هنا عملت بالفراخ وكانت حلوه قوي. كل شويه هنبص على المكرونه بتاعتنا قبل ما تستوي بحاجه بسيطه جدا هنطلعها. يعني انا مش عايزاها تبقى مستويه 100%، لا، بنسبه 90%، وال10% التانيين هقول لكم هنعمل ايه بيهم. الاول هنطلعها وهنصفيها خالص، مش هننزل عليها اي ميه من الحنفيه. هنجيب طاسه هنحط فيها معلقه زيت وننزل بالبهارات اللي انا قلت لكم عليها، وحطيت مرقه فوريه من عندي. هقلب فيهم كل شويه، وشايفين لونها هتبقى مختلفه خالص على الشوربه لما نحطها. بجد كان طعمها حلو قوي، وانا حبيت الطريقه دي جدا من ساعه ما شفتها وبقيت اعملها كل يوم اصلا. هنقلب بقى المكرونه بالبهارات مع بعض كلها، وهنديها غلوتين بالظبط على النار علشان خاطر تشرب من البهارات بتاعتنا كويس قوي. بس انا كده سبتها بغلوتين بالظبط على النار عشان تشرب من البهارات اللي احنا حطيناها عليها. بجد يا جماعه كان نفس تيست الاندومي بالظبط، مفيش اي اختلاف خالص. وزي ما قلت لكم انا ما بحبهوش، وبجد حبيته بالطريقه دي قوي. اتمنى ان انتوا تجربوها لاولادكم وتقولوا لي في الكومنتات عجبتكم ولا لا. وبس كده، شكرا ان انتوا تتفرجوا للاخر، وبحب جدا كومنتاتكم وتشجيعكم ليا. باي باي.